والله العظيم والله العظيم يوم الخميس اللي جاي ده ممكن يغير حياتك كلها. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا اليوم: يوم عرفة يكفر سنة ما قبله وسنة ما بعد، يعني سنتين ربنا يغفرهم لك الاثنين بسبب يوم عرفة. طب ازاي افوز بيوم عرفة عشان ربنا يغفر لي سنة فاتت وسنة جاية؟ اول حاجة ابدأ هذا اليوم بصلاة الفجر، ثم ليه؟ علشان تكون في ذمة الله. 2، اقعد في المصلى بتاعك اقرأ القرآن حتى شروق الشمس. ليه؟ لأن إذا عملت كده وصليت ركعتين ضحى أو 4 أو 6 حسبت لك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمرة وحجة تام. 3، صل الضحى. الضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن الترمذي عن أبي هريرة: من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. 5، حافظ على الصلوات كلها في جماعة. 6، اترك المحرمات بأكملها، لا صغيرة ولا كبيرة. اترك المحرمات، اوعى المحرمات، لا تبص لواحدة، لا تبص النظرة حرام، لا ما تعملش أي حاجة محرمة، اترك المحرمات في اليوم ده. 7، خلي لسانك دائما وأبدا في هذا اليوم رطبا بذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والأنبياء من قبلي لا إله إلا الله في مثل هذا اليوم. كده توصل للمغرب ربنا غفر لك سنة فاتت وسنة جاية، وتقابل ربنا الآن أنت واقف على نقطة كيوم ولدتك أمك، ومعاك سنة كمان ضمان جاية. اوعى تضيع يوم عرفة، اوعى تضيع يوم عرفة. الشيطان إبليس في اليوم ده بيلطم على وشه ويجيب تراب على راسه، بيقول لك أضلهم طيلة العام، ويجي اليوم ده يغفر لهم كل حاجة.